السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة النيماتود ألا وهو الويتشريريا بنكروفتي. وقبل ما أبدأ في شرح اللايف سايكل فحابب أعرفكم بعض التفاصيل عن الويتشريريا بنكروفتي. في البداية هو بيسبب ديزيز مهم ألا وهو الإليفانتيزس. طيب إيه هو الإليفانتيزس ده؟ البيشنت ده بيجي إن رجله كده متورمة ومنتفخة زائد كمان إيده متورمة ومنتفخة. بالإضافة لكده لاقي إن الجلد ابتدى يتغير شكله ورجله ابتدت إن هي تشبه رجل الفيل، فعشان كده إحنا بنقول عليها الإليفانتيزس أي بمعنى ده الفيل. طيب هي فين أصلا الأدلت ميل وفيميل بتكون موجودة بتاعة الوتشريليا بنكروفتي؟ بتكون موجودة في الليمف فيسلز. طيب الليمف فيسلز عشان كده احنا بنقول عليها من التيشو نيماتود. يعني ايه اصلا كلمه تيشو نيماتود؟ يعني هي مش موجوده في السمول انتستين او اللارج انتستين زي باقي النيماتود، لا هي تيشو نيماتود فموجوده في الليمف فيسلز الادلت ميل وفيميل. طيب ازاي بتنتقل من خلال الناموس. يعني ناموس كتير، انواع كتير من الناموس بيقدر من خلال الجرثه بتاعته ان هي تنقل الوتشريه بنكروفتي ده وتعمل ده اليفنتيزس. ولكن اللي موجود في مصر هنا هي الكوليكس بيبيانس، ودي الفيميل اللي بتحتوي على الانفكتيف فيلاري فورم لارفا. فلما بتيجي تجرس البيشنت ده بتديله الانفكتيف فيلاري فورم لارفا اللي بتروح لاقرب ليمف فيسلز، وبالاخص اللي بيكون موجود في منطقه البلفيك او في منطقه الانجويلال في منطقه الرجلين اليدين. بتحب مناطق معينه في الليمف فيسلز ان هي بتروح تقعد فيها وبتتحول لأدلت ميل وفيميل. وهنا بقى بيتزوجوا بعدين الميل مع الفيميل عشان ينجبوا الميكروفيلاري. طيب ايه شكل الميل؟ الميل هنا بيبقى هو الديل بتاعه بيبقى ملفوف، ولكن الفيميل بيبقى مستقيم وطويلة في الشكل. ولكن هو برضو موجود في المناطق التروبكس والسبتروبكس. يعني ايه مناطق التروبكس والسبتروبكس؟ يعني المناطق الاستوائية والمجاورة لها، يعني المناطق الحارة. أما عن اللايف سايكل فهي بتبدأ بإنسان بيكون مش مصاب بأي حاجة، ولكن بتاجي الناموسة اللي اسمها الفيميل كوليكس بيبيانس واللي منتشرة أكتر في مصر والمحملة بالإنفكتيف فيلاريفورم لارفا، وبتاجي تجرس الإنسان ده. فلما بتجرس الإنسان ده بتديله الإنفكتيف فيلاريفورم لارفا. الانفكتيف فلاريفورم هنا لارفا بتاجي تدور على اقرب ليمف فيسلز، وبالاخص اللي موجود في منطقه الانجوينال منطقه البلفيك، وكمان المناطق الجينيتاليا من التستس او الاوفري هي بتحب تكون في المناطق دي عشان تتحول لادلت ميل وفيميل. الادلت ميل وفيميل بيبدا يتغذوا، بعد الادلت ميل بيخص بالادلت فيميل عشان الفيميل هنا تدينا المايكرو فيلاريا. المايكرو فيلاريا برضو بيكونوا موجودين في الليمف فيسلز والليمف نود. في الفترة الصباحية وخصوصا في النهار الميكروفيلاريا بتحب تستخبى تدارى كده. يعني ايه؟ تروح اي مكان تدارى، ما بتروحش تحبش تظهر خالص في البلاد فيسلز. طيب بتروح فين بالظبط؟ بتروح في البلاد كابيلاري اللي موجودة في اللنج، بتقعد فيها كده في فترة النهار، ولكن بتطلع بالليل في البلاد فيسلز من 10 بالليل لحد 4 الفجر. طيب ليه بتظهر بالأخص في الوقت ده؟ لأن الناموسة بتجي تجرس البيشنت ده في الفترة دي اللي هي من 10 بالليل لحد 4 الفجر، عشان كده تكتمل اللايف سايكل. فلما تاجي الناموسة دي وتجرس البيشنت ده تجي تحصل على الميكروفيلاريا اللي هتتحول فيها إلى الانفكتيف فيلاري فورم لارفا، وبكده تقدر تجرس الإنسان ده تاني وتحمله انفكتيف فيلاري فورم لارفا تاني ويتحول لأدلت ميل وفيميل، أو تجرس واحد تاني أصلا ما كانش مصاب بالوتشريريا بنكروفتي. أما هنا بقى لو كنا حابين نعرف تفاصيل أكتر عن اللايف سايكل فمين هنا الديفينيتيف هوست؟ الديفينيتيف هوست طبعا هنا هو الإنسان، هو اللي أخذ الديزيز وهو اللي هيظهر عليه الأعراض. طيب مين هنا الفيكتور ومين الحامل ومين اللي نقل الديزيز ومين اللي جرس البيشنت ده؟ هي الكويلكس بيبيانس. أما إزاي حصل المود اوف انفكشن؟ من خلال جرسة الكويلكس بيبيانس للإنسان. اما الانفكتيف ستيج من خلال ان الانفكتيف فيلاري فورم لارفا كانت موجوده في الكوليكس بيبيانس وهي اللي تتحول ادلت ميل وفيميل، فهي كده الانفكتيف ستيج. اما على الديagnostic ستيج ان انا اخد عينه. طيب العينه دي انا باخدها في اي وقت كده وخلاص؟ لا، انا باخدها في فتره زي ما احنا اتفقنا ان الميكروفيلاريا بتظهر من 10 بالليل لحد 4 الفجر، فانا كده بضطر باخدها في الوقت ده. باخد عينه من البلد عشان اشوف الميكروفيلاريا اللي هي من 10 بالليل لحد 4 الفجر. طيب من هنا الهابيتات هي موجوده في الليمف فيسلز.
طيب هنا حاجة مهمة لازم تعرفوها. ايه هنا نوع الترانسميشن؟ نوع الترانسميشن هنا كان سايكلو ديفلوبمنتال. يعني ايه سايكلو ديفلوبمنتال؟ يعني هي انفكتيف فلاريفورم لارفا دخلت وبعدين كبرت واتغيرت في الشكل، لكن ما اتكسرتش في العدد، فعشان كده احنا بنقول عليها ديفلوبمنتال، يعني ايه؟ تطورت وكبرت. لكن لو اتكسرت في العدد بنقول عليها اتكسرت في العدد من غير ان هي تتغير في الشكل بتاعها، بنقول عليها سايكلو بروبيجيتيف. اما عن الباثوجينيسيس، ازاي بيتكون الديزيز ده؟ هو في البدايه الادلت ميل وفيميل موجودين في الليمف فيسلز والليمف نود، وكمان بيطلعوا اكسكريتوري برودكت، يعني مواد كده اخراجيه بتاعتهم. فده كله يعتبر انتيجين، سواء الورم ذات نفسها انتيجين، وكمان الحاجات اللي هي بتطلعها برضو انتيجين بالنسبه لجسم الانسان غريب. فبيجي بعدين التي هيلبر 2 بتهاجم الورم دي. طيب ليه بالاخص التي هيلبر 2؟ لان هي المختصه عن ان هي بتطلع الاسامي المضاده الاي جي اي، لان ده بارازيتك انفكشن، فالمختص عليه هو الجسم المضاد الاي جي اي. وكمان معاها الايزينوفيليا اللي بتطلع مواد ليسس عشان تحلل الورم دي وتموتها. فبكده بيتكون في المنطقة دي سواء في الليمف فيسلز أو في الليمف نود انفلاميشن. فالانفلاميشن اللي بيحصل في الليمف فيسلز بنقول عليه ليمفانجيتس، بينما الانفلاميشن اللي بيحصل في الليمف نود بنقول عليه ليمفادينيتس. بسبب الانفلاميشن والالتهاب اللي بيحصل في المنطقة دي، فالمنطقة دي بتبقى عرضة ان هي يكون فيها بكتيريا وفنجل انفكشن، يبقى كده جالها بكتيريا وفنجل انفكشن. وبسبب الموضوع ده بيتحول بعد الانفلاميشن، بيتحول الليمف فيسلز والليمف نود بيحصل لها الفايبروزس، ان هي تلاقي ان الوول بتاعها بقت فايبروزس. وكمان البيشنت ده شغال يتجرس اكتر وقاعد في منطقه انديميك بالديزيز ده، والناموسه دي شغاله تجرسه وبتنقل له انفكتيف فلاريفورم لارفا بتحول لادلت ميل وفيميل بكميه كبيره في الليمف فيسلز والليمف نود. فبنلاقي ان الوول بتاع الليمف فيسلز والليمف نود بيجي خلاص فايبروزس. وبعد ما بيحصل فيه فايبروزس بنلاقي ان خلاص من كتر ان الادلت ميل وفيميل موجودين والفايبروزس اللي حصل، يجي بعدين يحصل اوبستراكشن. متخيل كده انا مجرى كده بيعدي فيه الليمف فلويد واجي انا قفلته، فكده هيتحبس فيه كمية ليمف فلويد كبيرة، فهنلاقي ان هو حصل فيه دايليتيشن اتسع، وبالاضافة ان هو اتسع حصل فيه سيكننج في الوول بتاعه. فلما بعد ما بيحصل فيه دايليتيشن وكمان سيكننج في الوول بتاعه، بنلاقي ان الوول والخلايا بتاعتها ابتدت ان هي تتباعد عن بعضيها، وازدادت البرمابيليتي بتاعتها، والتباعد ما بين الخلايا ازداد اكتر. فنلاقي ان في ارتشاح فلويد لبره، فالجسم شغال بقى يرشح ده الفلويد اللي كان موجود في الليمف فيسلز او في الليمف نود شغال يرشح لبره في الجسم، والجسم بقى يبدأ يظهر عليه المية من بره، ويبدأ بقى ينفخ الجسم سواء في الرجلين أو في اليدين في المناطق المختصة اللي هي بتظهر فيها أكتر. وبكده بتظهر حاجة الليمفوديما اللي بعديها اللي احنا بنقول عليها بيظهر ده الإليفانتيزيس. طيب هنا انتوا، طيب ايه هو الليمف؟ يعني الليمف فلويد ده اصلا او الليمف فيسلز ده هو ايه وظيفته؟ يعني هو ايه بيعمل ايه بالظبط؟ هو في البدايه هنا الارتري هنا بيكون جاي هنا بالدم، بيجي يرشح بعض، بيحصل كده في البلاد كابيلاري ترشيح، بيطلع كده بعض الفضلات في البلاد في الكابيلاريز. فلما بيرشح بعض الفضلات دي، في بعض الفضلات ما بتقدرش ترجع تاني للفين، فدي بتروح فين بالظبط؟ بتروح ترجع في الليمف فيسلز والليمف فلويد عشان ترجع تاني للسيركوليشن، وهو ده وظيفة الليمف فيسلز. فلما بيحصل في المشكلة دي، فخلاص كده بقى كل الفضلات دي بقى بتبدأ ان هي ترشح في الجسم، والمية دي ابتدت ترشح في الجسم، وكمان ممكن بعد تطور مرحلة كبيرة بنلاقي ان الليمف فلويد كمان ابتدى برضو انه يرشح في الجسم، وبتحصل حاجة اسمها الإليفانتيزيس. اما الاعراض اللي هتظهر على البيشنت فبتكون بتتقسم الى اكيوت وكرونيك. الاكيوت هنا طبعا الناموسه الجارسه البيشنت ده واتحولت لادلت ميل وفيميل، فده طبعا جسم غريب، فيتعمل له الرجيك مانيفستيشن، بتبقى عباره عن فيبر اللي هو ارتفاع في درجه حراره، وكمان هيديك اللي هو الانسان بيبقى عنده صداع،
وكمان الأنوركسيا مبيبقاش ليه نفس إن هو ياكل، وماليز الإحساس بالإرهاق والتعب، بالإضافة كده إن هو بيبقى عنده ميالجيا أرثرالجيا، يعني ألم في العضلات والمفاصل، وبالإضافة لكده بيبقى عنده حاجة مميزة خالص بتحصل في الأكيوت هي الإليفانتويد فيفر، وده بيبقى عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة لمدة يعني يومين كده، بنلاقي إن في خلال يومين كده ارتفع درجة الحرارة خالص، وبعدين على 5 أيام كده تانية بعد الارتفاع في درجة الحرارة بتبدأ تنزل تدريجيا، بعدين بقى إيه تبدأ تعيد الكرة مرة تانية. وطبعا اتفقنا في الباثوجينيسيس ان هي طبعا ادلت ورم اول ما دخلت راحت عملت بقى ايه الليمفانجيتس والليمفادينيتس اللي هو التهاب. ده بيكون عباره عن ايه وبيظهر عن ايه في البيشنت؟ بنلاقي كده الليمف فيزلز لما بنيجي نحسس عليه كده بنلاقي ان هو هوت ساخن وتندر وسويلنج ومنتفخ، فاحنا بالمقارنه ببقيه الجسم بتاعه والجلد بتاعه فبنلاقي كده ان هو هوت وتندر وسويلنج. وبالإضافة لكده إن إحنا زي ما اتفقنا إن هو بيروح اللي بيحب يروح للمناطق الجينيتاليا، فبيعمل فيه اللي هو كمان بيروح أكتر للميل وبيسبب الديزيز ده أكتر وبيحصل فيه الميل عن الفيميل، فبيعمل في الميل الإبيديدومو أوركايتس فينيكولايتس. وده بيكون عبارة عن إيه؟ اللي هو بيروح يدخل هناك وبيأثر على الليمف فيسلز اللي موجودة في المنطقة دي. فهنا الإبيديديمو فإحنا بنختص كده بنقول عليها إن هو بيأثر على الإبيديديمس. أوركيتس هنا هو بيعمل التهاب في التستيكلز، أما الفينيكولايتس فهو بيعمل مشاكل في الإسبرماتيك كورد. أما في الكرونيك بقى وبعد بقى ما الإنسان ده بيحتوي على كمية كبيرة من الأدلت ميل وفيميل وسبب مشاكل كثيرة في الليمف فيسلز والليمف نود، وحصل دايليتيشن في الليمف فيسلز والليمف نود، وده بيؤدي بعدين الى الهيدروسيل. طيب ايه عباره عن ايه الهيدروسيل؟ ان بقى الجسم بقى بيبدا ايه الليمف فيسلز ده بيبدا يرشح فلويد في الجسم، فلاقي الجسم كده منفخ. بعدين بعد الهيدروسيل ان هو يعمل كايلوسيل. يعني ايه كايل اصلا؟ يعني ده الليمف فلويد، يعني ده دلوقتي بيطلع مش سائل بس، لا هو بيطلع بقى دلوقتي الليمف فلويد هو السائل الابيض اللي موجود في الليمف فيسلز. وكمان لو كان موجود في منطقة يورينري بلادر وكده فبيعمل كايلوريا، بنلاقي ان البول اللي نازل شكله ابيض. ولو كان في منطقة الثوراسيك فبيعمل كايلوثوراسيك. لو كان في البطن وكده فبيعمل حاجة اسمها كايلو اسيتس، بنلاقي ان البطن البيشنت ده انتفخت بشكل كبير. بالاضافة لكده كمان ان خلاص في اخر مراحل بقى ان الجسم بقى ابتدى يرشح فلويد، بالاضافة كده كمان الى الليمف فلويد، فبيحصل بقى الاليفانتيزيس. أما عن التشخيص فاحنا بنعرفه من خلال الهيستوري والكلينيكال بيكتشر. الهيستوري من خلال ان احنا بنشوفه هل هو في منطقة انديميك ديزيز بالحاجة دي او لا. طيب الكلينيكال بيكتشر بتكون عبارة عن نشوف هل هو عنده ليمفانجيتس زي ما اتفقنا ان هو عنده هوت وتندر وسويلنج في الليمف فيسلز، او هو ممكن يجيلي اصلا في اخر مراحل بتاعة الديزيز وعنده الاليفانتيزيس وعنده تضخم وانتفاخ في رجلينه او في اليدين بتاعته. طيب انا عشان اتاكد وازيد تاكيد بعمل لابوراتوري دايجنوستس، اللي انا بحب اشوف الميكروفيلاريا اللي موجوده في البلد، فباخد بلد سامبل اللي بتكون بالليل زي ما اتفقنا اللي هي من 10 بالليل لحد 4 فجر، عشان هي بتظهر في البلد فيزلز في الوقت ده. فباخد بلد سامبل في الوقت ده وبشوفها تحت الميكروسكوب. طيب انا هستنى بالليل عشان اعمل الخطوه دي واتاكد؟ طيب انا ما اقدرش اعملها في الفتره الصباحيه، اقدر اعملها ولكن ده من خلال تيست اسمه DEC بروبوجيتيف تيست. ده بيكون في الفترة الصباحية، والداي ايثايل كاربامازين ده هو اصلا علاج للوتشريريا بنكروفتي. فلما بديه بيعمل تهيج للميكروفيلاريا، فلما بيعمل تهيج ليها بتبدأ بقى تظهر في البلاد فيزلز. فبديله كده بعد ما بديله العلاج ده بخليه يقعد كده ويستنى كده في العيادة أو في المستشفى ساعة أو ساعة إلا ربع، بعدين آخد منه بلاد سامبل، بعدين بشوف البلاد سامبل دي هل فيها الميكروفيلاريا أو لا. طيب ممكن أعمل خطوة تاني من خلال إن أنا أعمل سيك أو سين فيلم. طيب إيه هو عبارة عن سيك أو سين فيلم؟ السيك فيلم ده بيكون عبارة إن أنا بحط من 3 ل 4 نقط موجودين في المنطقة على الشريحة، ولكن السين فيلم ان انا بحط نقطة واحدة وابدأ بقى ايه انزلها بقى، وزي ما انتوا كده انا شايفين كده انا ببدأ ايه انزلها على الشريحة كده، وبعدين كل منهم دول انا بشوفهم تحت الميكروسكوب سواء انا عملت سيك او سين فيلم عشان اشوف الميكروفيلاريا. او ممكن كمان ان انا اشوف الميكروفيلاريا دي في
الكايلس يورين زي ما اتفقنا ان هو طبعا بيرشح ليمف فلويد ممكن يكون موجود في اليورينري بلادر، فشغال ينزل ويلاقي ان احنا اصلا البول بتاعه اتغير في الشكل. وكمان بالاضافه لكده الهيدروسيل ان انا اخد اجي اسحب كده بابره ماجي في مناطق منتفخه كده، الاقي اخد شويه من الفلويد واجي اشوف هل موجود فيها الميكروفيلاري او لا. بالاضافه لكده ان انا لو كنت عايز اشوف الادلت، هل ممكن اشوف الادلت؟ ممكن اشوف الادلت، وده من خلال ان انا اشوف من خلال الليمف نود بيوبسي. ان انا اخد كده ليمف نود بيوبسي كده، بدخل بابره كده بطريقه معينه كده في مناطق بيكون فيها الليمف نود كتيره، واجي ادخل باخد بيوبسي منها وبلاقي الادلت موجوده فيها. او ممكن من خلال الاكس راي، ولكن الاكس راي هنا بيوضح سواء الادلت او الميل او فيميل اللي بتكون ميته، اللي خلاص ماتت وحصل عليها كلاسيفيكيشن، فبتظهر في الشاشه بتاعه الاكس راي. او من خلال السي بي سي ان انا بلاقي عنده هاي ايزينوفيليا. وكمان انا عندي حاجه هنا بقول عليها اللي هي الجولد ستاندرد بتاعه التشخيص، اللي هي ان انا بشوف بيها الانتيجين اللي هو بنقول عليها الاميونو كروماتوجرافي. الاميونو كروماتوجرافي ده ان انا بشوف الانتيجين بتاع الوتشريريا بنكروفتي هل موجود في جسم البيشنت ده ولا لا، فده بنقول عليه هو الجولد ستاندرد في التشخيص. اما العلاج فهنا البيشنت ده انا بديله حاجه اسمها الداي اسايل كاربامازين، ودي بتاثر بالاخص على الادلت وورم، فبتموت الادلت وورم. ولكن بعد ما بتموته الادلت وورم دي بتعمل الرجيك مانيفستيشن، فانا بضطر اديله انتي هيستامينيك وبديله الكورتيكوستيرويد عشان اقلل من الانفلاميشن اللي حاصل عنده، وبديله كمان الايفرمكتين اللي بتاثر على الميكروفيلاري عشان اكون كده خلصت من الميكروفيلاري اللي موجوده. طيب البيشنت ده بيبقى عنده حاجات تانية من الليمفانجيتس زي ما اتفقنا، فانا بضطر ان انا اديله انتي هيستامينيك عشان يقلل من الحساسية اللي عنده، وكمان بديله انالجيزك عشان يهدي من الالم اللي عنده، وانتي بيوتيك زي ما اتفقنا ان انتي بيوتيك وانتي فانجل عشان زي ما اتفقنا ان هو بيجي بعدين البكتيريا والفانجل بتتراكم في المنطقة دي، فانا بديله انتي بكتيريال وانتي فانجل. وكمان في خلاص البيشنت ده كرونيك وعنده ادلت ورم كتير، وكمان خلاص وصل لمرحله كبيره خالص، فانا بضطر ان انا بحب اقلل من الحاجه دي شويه شويه. انا بقول ان هو يعمل بروبر هايجين، بالاضافه لكده ان انا بديله الانتيبيوتيك والانتي فانجل برضو، لان في الكرونيك عنده كميه فانجل وبكتيريا كتير، فانا بديله مضاد حيوي وانتي فانجل عشان اتخلص من الحاجات دي. وكمان ان انا بعمل له سيرجيكال. هنا بتدخل بقى جراحيا وابدا ان انا احسن بقى من شكل وصفي من شكل الرجلين دي، واحاول اعيد شكلها شويه شويه، لاني طبعا الشكل بتاعها هتلاقي ان هو اتغير والجلد بتاعه اتغير، فانا بعمل عمليات جراحيه وتجميليه عشان احاول ارجع الموضوع شويه شويه زي ما كان. اما على البريفنشن والكنترول فبيكون من خلال السكريننج والريفينانس. طيب انا بعمل ايه في السكريننج؟ بعمل ان خلاص بقى البيت بقى بحاول ان انا احط عليه سلك في الشبابيك واقفله كويس عشان ما يدخلش الحشرات دي. الريبيلنس ان انا بحاول ان انا ارش المبيدات الحشريه عشان اتخلص من الحشرات اللي موجوده في المنزل. بالاضافه لكده ان انا بلبس ملابس تكون فاتحه عشان الناموس او الحاجات دي بتروح اكتر للحاجات الغامقه. وكمان ان انا بدي كيموبروفلاكسس. كيموبروفلاكسس هنا بديه لكل الناس سواء مصابه او مش مصابه، عشان بقى احاول حتى لو كانت هي اتصابت احاول اتخلص، ان انا بديله الايفرمكتين او اديله الدايسايل كاربامازين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناه التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.